غادي يبقاو يشربوا الماء وغيغلاضوا يعطيونا الكاليبر. لا كنحيدو غير اللي طايبه، غير الحمراء، غير الحمراء. ساعه باش كتجي انت تشري كتشوفها تزوقها زوينه كطيح بهلا كزيرك خاصك تشريه. زوقت به. بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعين قناة هشام المكناسي الفلاحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما مستمرين بفضل الله عز وجل في السلسلة ديالنا، سلسلة خير من خيرات بلادي. الخير ديال اليوم كيف كتلاحظوا معايا فاكهة كيعشقها الكبير والصغير اللي هي فاكهة الكاكي. خليكم معنا حتى لاخر الفيديو باش نتعرفوا على مجموعة من المعلومات التقنية حول شجرة الكاكي، وغنتعرفوا على فاكهة الكاكي كيفاش عاملة في الشجر، مع مجموعة من العمليات الجانية، لومبالاج، التحميل. خليكم معنا حتى لاخر الفيديو. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا لنا لايك، واللي مازال ما اشترك معنا في القناة فماجور الاشتراك وفرجة ممتعة. اذا مشاهدين قناه هشام المكناسي الفلاحيه، حنا كنتواجدوا بالمنطقه ديال الحشق الدور، منطقه فلاحيه ضواحي مدينه مكناس، مشهوره بزراعه ديال البصل وديال البطاطس وكذلك الاشجار المثمره اللي ولات كتشهد هذه المنطقه. هذه مجموعه من الزراعات كالكاكي، العنب، مجموعه الخوخ، الشهديه، مجموعه من الانواع ديال الاشجار المثمره. حنا اليوم كي تنشوفوا تبارك الله في واحد الضيعه ديال الكاكي، الخير الحمد لله معلق. هاد الكاكي هذا ديال النوع ديال الفيو، وسبق لينا هضرنا عليه في الاسمنه ديال الخضر والفواكه بان الكاكي فيه عده اسماء. الكاكي فيها هذا الفيو، الجيرو، الروخو، الهانا، الماكسيم، مجموعه من الانواع ديال الكاكي كتختلف حسب الاسم وحسب فيها العظم الداخل ولا لا. الحمد لله راه كاين الخير الحمد لله في بلادنا. الاشاره فقط، هذا الضيعه هذه، هذا الشجر باش يوجد عنده فقط 3 سنوات، يعني مازال فرخ جديد الحمد لله. ورغم ذلك عطي واحد الغله تبارك الله ما شاء الله. وهذا راجع طبيعه الحال للخبره والحنكه ديال صاحب هذه الضيعه هذه، اللي مقومها بجميع المتطلبات ديالها، من السقا في الوقت ديالو، الماكله، الفيتامينات، داكشي كاع اللي كيخص الشجره فهو كيقوم به على احسن وجه باش عطات هاد الانتاج هذا تبارك الله. تقريبا 80 طن في القطار، رقم تبارك الله قياسي بالنسبه للشجره ديال الكاكي. وفي المده ديال 3 سنوات راه صراحه ترفع له القبعه لهذا الفلاح هذا اللي قلنا مقابل الضيعه ديالو بكل ما اتيح من قوه. الاشاره، فالشجره ديال الكاكي كتعتبر هي اصعب شجرة من ناحية الزراعة ديالها على باقي الأشجار المثمرة الأخرى، بحيث فيها واحد المتطلبات، واحد المراقبة دقيقة على باقي الأشجار الأخرى ديال الكاكي، ديال الشهدية أو الخوخ أو العنب. فخاصة واحد المراقبة دقيقة وواحد البروغرام وواحد البرنامج يتحط من طرف الفلاح، من طرف المزارع، باش يمكن تنجح له الشجرة ديال الكاكي. فمجموعة من الأدوية، مجموعة من البروتينات، البوتاس، يعني واحد المراقبة دقيقة في داكشي اللي غادي تبدا تاكل الشجرة ملي كديماري في شهر 3 إلى الآن. كيف ما حنا دابا في شهر 11 والكاكي باقي في الشجر، راه خاصو واحد المراقبة دقيقة جدا، واحد برنامج سقي مهم، بحيث أن الشجرة فهي يوميا خاصها تاخذ تقريبا معدل حوالي 48 يترو او 46 يترو يوميا. الشجره ديال الكاكي خاصها تاخذ هذا المعدل ديال الماء هذا. فالشجره ديال الكاكي شجره كتبغي الماء بزاف. ونظام السقي كي تنشوفوه نظام ديال الكوطاكوط، العمليه نظام ديال التنقيط. كيف ما قلت خاص يكون واحد المراقبة دقيقة من طرف تقني متخصص للشجرة ديال الكاكي باش يمكن لينا تنجح ويمكن لينا تعطي غلة. لأن الحمد لله هذه الضيعة اللي حنا فيها راه تبارك الله وصلوا ل 80 طن في الهكتار، رقم قياسي تبارك الله هاد السنة هذه. المسافة
كيف كنلاحظوا ضيقه بزاف بين الاشجار، فقط واخدين متر ونص على 4 مترات المساحه الكافيه للتراكتور. كي تنشوفوا متر ونص اللي واخدين. علاش متر ونص؟ لانهم ما تيعليوش الشجره، دايرين ليها السلك من الفوق، دايرين لها واحد العلوم حدود 4 متر، ما تفوتش 4 متر وكتعطي الغله 4 متر. كي تنشوفوا راه السلك من الفوق الحد ديالو 4 متر، وداكشي علاش الشجر مدايرينو ضيق. كي تنشوفوا ما بين الشجره والشجره متر ونص حتى لمتر و20، وفي الوسط 4 متر المساحه الكافيه باش يدوز التراكتور. باش عطات الحمد لله هاد الغله هادي كبيره واحسن او العمليه المهمه اللي يمكن تعطينا منتوج كبير. بطبيعه الحال دائما تنقولوا كتكون الزباره واحد العمليه ديال التقليم، عمليه احترافيه اللي كيمكن تعطينا واحد الغله كبيره. سبحان الله العظيم. غير بالثقل. فالسؤال اللي كيجيني بخصوص شجره الكاكيو كيجي بواحد الشكل كبير، واش يمكن الكاكي ينجح لينا في هذه المدينه؟ واش يمكن ينجح لينا في هذه المدن الساحليه؟ الكاكي واحد الشجره صبوره وكتبغي المناخ البارد بواحد الشكل كبير، لانه هو تم الاكتشاف ديالو اصلا في الصين في المناطق ديال الثلج. فلهذا الكاكيو واحد الشجره يمكن لها تنجح في اي منطقه، ولكن لابد من اننا نديروا الاسباب اللي هي التحليل ديال التربه، واش هاد الشجره غادي تنفع لينا في ذاك التراب اللي كاين تما في ديك المنطقه ولا لا. اما شجره الكاكي راها كتنجح تقريبا في جميع المناطق باستثناء المناطق اللي هي صحراويه فيها الحراره مرتفعه، راه ما كتنجحش فيها شجره الكاكي، لانه هو تيبغي المناطق البارده تقريبا بحال التفاح. لهذا كينجح بواحد الشكل كبير الحمد لله هنا في مدينه مكناس وفي النواحي ديال مدينه مكناس. تنشوفوا تبارك الله تبارك الله على خير الحمد لله. عرش تبارك الله هو تقريبا هز 3 كيلو ولا 4 كيلو تبارك الله، عرش واحد. خيرات الحمد لله كاينه، غير الحمد لله تعالى عليها. دابا غنمشيو نشوفوا العمليات ديال الكاكي، مجموعه من العمليات غادي نشوفوها من الجني، واهم عمليه هي لومبالاج وكذلك العلامه الاشاريه. الشجر تبارك الله غادي يتهرس. كنديروا الشجره بحال هكا، مثلا هذه طايبه كنحيدوها. دابا هذا كيتحيد باليد ولا بالمقص؟ بالمقص. بالمقص وي. وشنو الفرق بين حيدناها بيد والمقص؟ لا ما كاين فرق والو، غير ما كاين حتى فرق، لحقاش هذه هي اللي كتكوموندي، هي هذه هي بقات هي هي الضربه المقص كتجي مزيان، كتجي مزيان احسن ما تحيدها بيدك. وكنخليو هادو. علاش دابا يبقاو هادو؟ غادي يبقاو يشربوا الماء وغيغلاضوا، يعطيونا الكاليبر يغلاضوا ويطلع فيهم اللون. ويطلع فيهم اللون حمراء. وغادي دير يعني دابا ما كتهبطوش على الشجره بحال الليمون كامله؟ لا كنحيدو غير اللي طايبه، غير الحمراء، غير الحمراء. حنا كنحيدو دابا بحال اللي كنحيدو دابا هذا، يعني كنقولوا كتنقروا مثلا. تنقروا دابا الا جينا تنخليوه تيطيب كله ونبداو نحيدو كل شيء. دابا بحال هذه غنرميو هذه شي غيغلبكم الطياب، غنلقاوها طايبه غنرميو هذه شي. دابا كندوروا عليهم حبه حبه حبه، عاوتاني حنا عندنا ميزان عاوتاني وتوليو تدوروا وحنا غاديين، فهمتي؟ حتى الطياب باش ما يغلبش. باش ما يغلبش عندنا الطياب. من نبداو نكرطوا خلاص هاد التكريطه كامله غتكون كامله. وتبارك الله عليك الله يحفظك الله يرحم والديك. اذا بعد العمليه ديال الجني كي تنشوفوا تيحطوه هنا في هذا البلاطو هذا بطريقه عشوائيه، حتى كيجيو الناس اللي كيخرجوا تيديروا له لومبالاج في الكراطن او لا في البلاستيك. دابا بعد العمليه ديال الجني
السلعه كتحط في البلاطو وغادي يتم التخراج ديالها للناس اللي مكلفين بالومبالاج. السلعه هي محطوطه دابا غيهزوها يديوها للناس اللي كيديروا لومبالاج. تبارك الله طلق صافي غير طلقوا. السلعه هي محطوطه دابا في الارض كي تنشوفوا خرجوها الخدامه محطوطه دابا هنايا تبارك الله مليحه الحمد لله. تبارك الله الخيرات ديال الله الكاكي احمر. دابا غنشوفوا العمليه ديال لومبالاج كيفاش كتتم. نوض قاعد خلي السياره فاطمه فهاد العمليه ديال لومبالاج او التستيف ديال السلعه خاصها انسان احترافي متخصص في العمليه ديال لومبالاج. تيكون تيبالي العنب تيكون تيبالي الكاكي عنده تفاح خبره في المجال ديال لومبالاج باش السلعه كتمشي مقرطصه كما تنسميوها باللغه الحرفيه. بمجرد ان البيع والشراء ديال السقيف ما يشوفها يشريها بعينه مغمضه. السلعه كتمشي مطرزه مقاده حبه 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 في نفس الكاليبر ديال اختها. لاحظوا داكشي مستف مقادد على حقه وطريقه على 4 ديال الحبات. كاينه واحد الحرفيه في الخدمه البلاطو تيعمر كي تنشوفوا تبارك الله. كاينه الخدمه كاين الحرفه كاينه الحمد لله. شنو هاد المرحله دابا؟ هاد المرحله سيدي منو كان هذا تيكيت كنديروا الزواق كنتيكيو السلعه باش كتجي انت تشري كتبغي تزوقها زوينه كطيحها بهلاك زينك خاصك تشريه زوقت بها زوقت به فهمتي. هي سلعه زوينه مليحه وين حنا كنزيدوها التحسينات وهذا الشيء اللي عطى الله هو هذا. والله تبارك الله الله عليك. يرحم والديك. اليوم ما فيهاش الخطيه. الله يحفظكم. الله يستر الله يستر. هذه العمليه ديال التيكي او العلامه الاشهاريه تيكون واحد خاص مقابل غير التيكي كي تنشوفوا كل حبه كيدير ليها واحد العلامه اشهاريه من اجل التزيين ديالها فقط. لا الا ولا حتى ما كاين حتى شي حاجه فقط كتعطي واحد الجماليه للحبه واحد الجماليه للبلاط وكنحصلوا في الاخير على هذه النتيجه كي تنشوفوا. هذه هي العمليه الاخيره. السلعه هي محطوطه مقاده فيها العلامه الاشهاريه ديالها. هذه دابا السلعه مجرد الشاري ما غادي يشوفها سواء في الدار البيضاء او في مكناس او في الرباط فين ما مشات السلعه هذه مبيوعه على الصباح بكري لانه كاينه الخدمه. دابا هذه كامله غادي تتباضى تولي بحال هذه من بعد غادي تمشي الشارجه تمشي للسوق الشارجه تمشي للمارشيات للسواق هادشي اللي كاين. نتوما دائما كتخدموا في هذه الطريقه في هذه الفواكه هذه دائما في هذا الفرويل الشهيه خوخ فرقوق اللهم يسر. جميع انواع ديال الخضر والفواكه متخصصين فيها. متخصصين فيها خدمه نقيه والجوده. هذاك الشيء اللي قلتي